العقيد ياسر جمعة، الإدارة العامة لاتصالات الشرطة. حضرتك سابق؟ لا مش سابق حاليا، لا يزال، ولكن محل الاحتياط. طب كنا عايزين نعرف النهارده مطالب اخواننا الضباط اللي هم يعني شايفينهم مثال شرف لوزارة الداخلية. شريحة من شرائح الشعب أديرت كما يدار الشعب، تشترك مع الشعب في مطالبه كلها، مطالب قانونية، بدءا من ضبطية القضائية اللي اداها المجلس أو وزير العدل للشرطة العسكرية وخلافه، إلى جانب الدستور التكميلي اللي ما كانش لازمة خالص مع وجود المؤسسة التشريعية، إلى جانب كل الإجراءات أو زي ما يقولوا الإسهال التشريعي الفج، بمجرد ما أشعروا أن في اتجاه معين تقاد إليه البلاد، فيلغى هذا ده كله. البلد موجودة مؤسساتها متكاملة دلوقتي، احنا يعني خلال ساعات هيعلن الرئيس، مجلس شعب موجود اختير باختيار الناس، المؤسسات تعتبر جاهزة. ليه لازمة الدستور المكمل ده كله والقوانين اللي ملهاش لازمة دي كلها؟ فاحنا نفس مطالب الناس بنشترك فيها في وجودنا النهارده. بس في البيان اللي اصدره المجلس العسكري بيقول ان القرارات اللي انا خدتها دي املتها عليا الظروف الجديده للارضيه المصريه او للشارع المصري، اللي اجبرتني اعمل كده. ايه ردك؟ يعني اجبرته يعمل كده، يقوم يلغي برلمان تكلف مليارات، يلغى عشان خطأ في جزئية بسيطة جدا ممكن أصلا ينضبط، عشان حتى حفاظا على المال العام يلغى البرلمان كاملا بالمصروفات اللي عليه على كاهل الشعب دي كلها يلغى، وبعدين اعمل دستور تكميلي انا في حل منه مع وجود لجنه دستوريه، اللجنه اللي هتكمل الدستور خلال ايام هتباشر عملها. اعمل ده كله عشان مجرد ظهر لي تيار احتمال انه يمسك البلد. ما هم مصريين زي مصريين، زي كل المصريين، هطلع لهم حاجه تكتفهم؟ رئيس بدون فاعليات، او زي مجلس الشعب اللي يحيل بينه ان هو ينفذ اللي اصدره من تشريعات، تكبيل لنظام معين. احنا عايزين نعيش عصر الحياة. انا يعني الواحد بيشعر بالاسى لما بيلاقي رئيس بريطانيا ولا رئيس وزراء بريطانيا شاب صغير جدا، او امريكا سن اسمه اوباما كام سنه، كلها سن صغير كده وشباب بيطلع يمسك البلد بفكر كويس جدا، تحرير للفكر. لكن احنا ما زلنا في الفكر القديم وبنغوص فيه، هنغرق البلد بالفكر القديم، وكأن مثلا ان احنا هنعمل حاجه غلط هنوجه البلد في طريق ما ندي الفرصه للشباب انه يشتغل، ندي الفرصه للفكر الجديد انه يقود البلاد. ما احنا كفانا 60 سنه في فكر معين خسف بالبلد الارض وتنهار البلد قدام العالم كله ولا تنول بالاحترام. احنا عايزين فكر جديد يمسك البلد مش اكتر. هل في خطاب توجهه للضباط الداخليه الموجودين دلوقتي؟ الضباط الداخليه اللي موجودين معانا دلوقتي اثبتوا فنحن على الحق ان شاء الله، وان شاء الله نتعشم في القانون ياخد حقنا، ونأمل ان السيد الوزير مشكورا يلم ورقه بسلامة الله، مشكورا بكل اللي عمله فينا، ويجي لنا وزير عادل مع تسليم الحكومة الجديدة يرد لنا حقنا ان شاء الله مع الرئيس اللي جاي ايا كان هو مين. هل توجه خطاب لاخواننا اللي برضك الضباط اللي هم ما يعني تحت القهر مش عايزين يعلنوا هويتهم ومحبتهم للدين ومحبتهم ومحبتهم للوطن دوت، وان هم شرفاء؟ اقول لهم الحقوا بينا، الدنيا مش صعبه زي انتم متخيلين، واحنا كلنا ان شاء الله احنا اصحاب فكر كويس جدا، احنا اغلبنا شهادات قانونيه عاليه جدا، متميزين في اعمالنا، وان شاء الله العظيم ان شاء الله باذن الله هنرجع للوزاره بفكر كويس جدا. احنا دعوتنا دعوه اصلاحيه تقوم على ربط العمل بالدين بالحل والحرم، مش دعوة إفساد للمكان. احنا عايزين ندي الناس حقها وناخد حقنا من الناس مش أكتر، لا تمييز، لا سرقة، لا رشوة، لا كذب، وإلى كافة الأشياء غير الطيبة ديت من التصرفات والسلوكيات اللي يعني وصم بيها رجل الشرطة في العهد البائد. في ناس كتير بتقول كلمة سيدة عند الناس، احنا ما ينفعش ضابط الشرطة إلا إنه يضرب ويتخانق ويقول ألفاظ مش كويسة. ازاي ترد على الناس دي؟ الفكر ده فكر عقيم اتربت عليه أجيال كتيرة جدا، للأسف ان هم مقتنعين بهذا الفكر، لكن احنا عايزين رجل شرطة عصري يتعامل مع الناس بالقانون بعيد عن السفاهات وقلة الأدب، لأنها لم تأتي بنتيجة كويسة، يعني ما جاءت إلا بالكره للداخلية، والدليل الأقسام اللي ولعت والمنشآت اللي ولعت دي كان أثرها إيه؟ من المعاملة السيئة للزملاء لرجل الشارع.